الأستاذ يسري العزباوي الباحث والخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر يعبر عن وجهة نظر المؤيدين لهذا الدستور، فلنتابع. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوت الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور يسري العزباوي رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام المصرية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. في البداية دكتور يسري، البعض يرى أن الدستور يكرس إلى هيمنة دولة العسكر على مقدرات البلاد، وهذا تم إيضاحه في بعض مواد الدستور، فما هو تعليقك على هذا الكلام؟ لا، هذا الكلام مغلوط جملة وتفصيلا. هناك اختلاف رؤى حول مادة واحدة في الدستور حول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. مع إقرار هذه المادة الجميع ظن خطأ بأن الدستور هو دستور يعسكر الدولة ويفرض هيمنة القوات المسلحة على مجريات الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وهذا قول مغلوط، خاصة وأن هذا الدستور تم تعديله بشكل واضح بما يلبي طلبات المصريين. هناك تخوفات شديدة من قبل القوات المسلحة بازدياد حالة الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومحاولات اغتيال أفراد وضباط القوات المسلحة، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة في سيناء أو في غيرها من وسط الدلتا وفي ربوع مصر. أعتقد أن هذا المطلب طبيعي تماما وكان موجود في دساتير سابقة. بالإضافة إلى ذلك يعني هذه المادة تفتح التساؤلات أمام لماذا يذهب المدنيين إلى المقرات أو الأماكن العسكرية بشكل واضح وقطعي، خاصة وأنه تم خلال المرحلة الأخيرة القبض على عدد ليس بالقليل معهم يعني صور منشآت عسكرية ومواقع عسكرية. هل الهدف منها هو ضرب هذه المواقع؟ هل هو عمل استخباراتي؟ حالة دور المؤسسة العسكرية خلال المرحلة القادمة والماضية كان دور فاعل ورئيس في ثورة 25 يناير والموجة الثانية للثورة، حيث استطاعت القوات المسلحة أن تفرض إرادتها وتنحاز للشعب بشكل قطعي. أعتقد أن الأمر عادي تماما وطبيعي وموجود في أغلب دساتير العالم. ولكن انتقدت عديد من الجهات الحقوقية والدولية ومن ضمنها الأمم المتحدة تلك المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، في ظل أننا سوف نواجه كما يقول السياسيين محاكمات غير عادلة أو غير نزيهة. فما هو تعليق؟ لا، يعني الكلام ده مغلوط تماما. حضرتك أي متهم أمام القضاء العسكري من حقه أن يلجأ أن يوكل لمحامي مهمة الدفاع عنه. الميزة في القضاء العسكري الغير موجودة في القضايا الأخرى أن القضاء العسكري بيحكم بسرعة، هناك سرعة تنفيذ الأحكام، لا يمكن الطعن عليه. لكن للمتهم الحق الطبيعي في الدفاع عن نفسه أو يوكل لمن يراه مناسبا في الدفاع عنه. هذا أمر واضح للعيان، وأنا أعتقد أن الثوار والثورة المصرية عانت من عدم وجود العدالة الناجزة، العدالة السريعة التي تحقق مطالب الشعب المصري. الأمر الثاني وهو الأكثر خطورة، يتم تسويق هذه المادة خطأ لمسألة أن الدستور أو الحياة السياسية في مصر أصبحت حياة معسكرة، حياة عسكراتية بالأساس، وهذا الكلام مغلوط لأن المؤسسة العسكرية لا تحكم الآن. المؤسسة العسكرية كانت الضامن لخارطة الطريق وما زالت حتى هذه اللحظات. هناك أيضا حالة اختلاف جذري بين الكثير من قوى التي تعدل الدستور حول هذه المادة وغيرها من المواد، وده نتيجة طبيعية لعدم وجود مرجعية دينية أو حزب سياسي يوجه الجميع في اتجاه واحد فقط كما رأينا في دستور 2012. ولكن يرى البعض أن هناك نية مبيتة لدى السلطات الحاكمة لتزوير الاستفتاء على الدستور. يعني الدول لا تحكم بالنيات يا أستاذ محمود، ده الدول بتحكم بشواهد. هناك أكثر من 270 منظمة محلية وعالمية ودولية ستراقب على الاستفتاء على الدستور. سوف ينزل الشعب المصري إلى الاستفتاء على الدستور، وهو الذي سوف يقرر سواء كان قبول هذا الدستور والتعديلات الدستورية أو رفضها. هذا من جانب ثاني أعتقد
انه لا توجد نيه حقيقيه لدى السلطات الحاليه لتزوير الاستفتاء، لانه كان من باب اولى ان تغير او تتلاعب في نتيجه الانتخابات الرئاسيه التي سلمت بها السلطه لرئيس حنس بوعوده الى رئيس من التيار الاسلام السياسي ليس لديه اي خبره بإدارة البلاد، وكانت هي ثورة ثانية. الأمر الثالث وهو الأكثر خطورة، الطريقة الإدارية التي ستتم بها الاستفتاء على الدستور هي سوف تحقق الشفافية الكاملة. لا تحكم الدول ولا يحكم نتيجة الانتخابات، ولكن بيتم تسويق الآن أن نتيجة الاستفتاء سوف تزور، وهذا معروف تماما من القوى السياسية التي تقول هذا الكلام ومصلحتها إيه، لأنه لا يمكن ولا يجوز لدولة تستمر في ثورات في 3 سنوات وأول نتيجة استفتاء على الدستور سوف تزور. أعزائنا المشاهدين، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور يسري العزباوي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بجريدة الأهرام المصرية، وشكرا لكم على حسن متابعتكم.